كتير بنسمع عن قصص ناس حياتهم اتغيرت 180 درجة. بس السؤال هو كيف بصير هذا التغيير فعلا؟ اليوم رح نشوف مع بعض شهادات مذهلة بجد بحكيها الأستاذ محمد حجازي. قصص عن ناس كانت حياتهم وصلت لطريق مسدود تماما، وكيف كان الاستغفار واللجوء لربنا هو نقطة التحول اللي قلبت كل الموازين. خلينا نبدأ بالعبارة المؤثرة هذه لسيدة من المغرب. هي ما بتوصف مجرد مشكلة عادية، لا، هي بتوصف شعور بالاختناق التام، كأن الحياة كلها محبوسة في مكان ضيق وما في أي منفذ. هذا هو بالضبط الإحساس اللي ممكن يوصله الواحد لما تتراكم عليه المصائب. طيب، أزمة الأسرة هذه من وين بدأت؟ بدأت بقرض من البنك، قرض ربوي، وللأسف القرض هذا ما جاب لهم إلا المشاكل والهم. بيتهم اتحول لساحة خناق ومشاكل على طول، ودخلوا بدوامة ديون ما بتخلص بس عشان يقدروا يأمنوا أساسيات حياتهم اليومية. الوضع كان وصل لمرحلة صعبة جدا. تخيلوا، كلمة جحيم كانت هي الوصف الحرفي لحياتهم اليومية. الموضوع ما كانش بس أزمة فلوس، لا، الموضوع صار أكبر. صار شعور بالعجز الكامل، وإحساس إن كل الأبواب مسكرة في وجوههم. لكن سبحان الله، في قلب العتمة هذه ظهر نور صغير. بالصدفة سمعت هذه السيدة قصص بيحكيها الأستاذ محمد حجازي، ومن هنا بدأت تشوف طريق جديد ممكن يخرجها من أزمتها. اللي أثر فيها بشكل كبير هو أنها سمعت قصص ناس تانيين كانت ظروفهم تشبه ظروفها بالضبط، وشافت كيف حياتهم اتبدلت تماما. هنا روحها تعلقت فكرة أنه الطريق الروحي هاد ممكن يكون هو المفتاح اللي رح يفتح الزجاجة المغلقة اللي هي عايشة جواها. لكن هاد ما كان مجرد أمل عابر أو أمنية، لا، الموضوع تحول لالتزام جاد وبرنامج عملي واضح ومحدد. قررت تمشي في الطريق هاد بكل عزم وإصرار. وهنا منشوف إن الموضوع ما كان مجرد دعاء بس، لا، كان منهج حياة متكامل. استغفار آلاف المرات، وقراءة سورة البقرة كل يوم، وقيام الليل قبل الفجر. والأهم من كل هاد هو مجاهدة النفس عشان تترك الذنوب اللي ممكن تكون هي السبب الأساسي اللي بيمنع الفرج والبركة. طيب، هنا في سؤال جوهري ومهم جدا: شو بيصير لو الواحد عمل كل هذه العبادات بس بدل ما الأمور تتحسن صارت أسوأ؟ وين السر؟ الإجابة بتجينا من قصة تانية. سيدة كانت بتستغفر 50,000 مرة في اليوم، رقم ضخم جدا، لكنها ما شافت أي تغيير، بالعكس مشاكلها زادت. والسبب كان بسيط وواضح، كانت بتمارس العبادة وفي نفس الوقت مستمرة على بعض الذنوب. وهنا بتتوضح الفكرة المحورية اللي بيشرحها المصدر. الاستغفار مع الإصرار على الذنب ما بيجيب نتيجة، بصير مجرد عمل روتيني فاضي من روحه. لكن الاستغفار اللي بيجي معاه توبة صادقة وترك للمعاصي هو هاد اللي بيفتح أبواب السكينة والفرج. أستاذ حجازي بيعطينا تشبيح صراحة عبقري عشان نفهم الفكرة دي. بيقول إن اللي بيستغفر وهو لسه مصر على الذنب عامل زي اللي سايق سيارة ودايس بنزين على الآخر، بس في نفس الوقت دايس على القابض أو الكلتش. المحرك بيصرخ والسيارة واقفة مكانها ما بتتحرك ولا سنتي. الذنوب هي الكلتش هذا اللي موقف كل شيء. وفي بعد تاني أعمق من هاد كله، وهو النية. إذا كان الهدف من العبادة مجرد صفقة سريعة عشان نحل مشكلة معينة، ممكن ربنا يأخر الإجابة. ليش؟ لحتى يتغير الهدف نفسه ويصير بناء علاقة حقيقية وصادقة مع الله بغض النظر عن النتيجة الفورية. طيب، إذن شو اللي بيصير لما النية تتصلح والكلتش ينشال والواحد ينطلق في رحلته لربنا بصدق؟ النتائج اللي بنسمعها في هالقصص كانت شاملة ومذهلة بكل معنى الكلمة. الفرج ما كانش بس مادي، لا، شمل كل جوانب الحياة. الديون خلصت والسلام النفسي حل محل القلق، والأجمل من هاد كله البركة وصلت لكل الأسرة، وهذا الله الزوج والابن للصلاة. حتى المشاكل الاجتماعية زي علاقة مؤذية ربنا أزالها بطريقة ما كانت تخطر على بال. كل هذه النتائج المادية الرائعة بتوصلنا للدرس الأهم والهدف الأسمى من التجربة كلها. الموضوع أكبر بكتير من مجرد حل مشكلة عابرة. هذه العبارة للأستاذ حجازي بتلخص كل القصة. الفكرة مش إن نوصل للشاطئ ونحل المشكلة وبعدين نوقف، لا، ربنا من خلال هذه المحن بدعونا نبحر في محيط قربه، نتعمق في العلاقة معاه ونكمل إبحار من غير ما نفكر نوقف. وبهالشكل الاستغفار واللجوء لربنا ما بيعود مجرد أداة نستخدمها وقت الحاجة وبعدين بنتركها، لا، بيتحول لأسلوب حياة، التزام دائم بيبني علاقة متواصلة مع الخالق. التغيير الحقيقي ما بيكون في الظروف، بيكون في القلب. وفي الآخر القصص دي بتتركنا مع سؤال عميق:
لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه وقت الشدة، يا ترى بنشوف الأزمة مجرد مشكلة وعقبة عاوزين نخلص منها وبس بأي طريقة، ولا بنشوفها كأنها دعوة من ربنا عشان نبدأ رحلة جديدة معاه، رحلة تكون أعمق وأصدق؟